كلنا بنقول الدرس ده علمني كتير، بس السؤال الأهم، إيه التمن اللي دفعته بالظبط مقابل الحكمة دي؟ إحنا دايماً بنحسب الخسارة بالوقت اللي ضاع، أو بالفلوس اللي راحت، أو بوجع القلب اللي عشناه، بس ده حساب ناقص. بروفة الحياة بتوري لك إن كل تمن دفعته كان استثمار إجباري في وعيك. القيمة اللي دفعتها هي اللي منعتك تقع في نفس الحفرة تاني، هي اللي خلتك تشوف اللي ما كنتش شايفه قبل كده. القيمة الحقيقية مش إنك ما تتألمش، القيمة إنك ما تتكسرش بنفس الطريقة مرتين، لإنك بعد كل خذلان بتكتشف قد إيه كنت طيب زيادة، وقد إيه محتاج تحط حدود لنفسك قبل ما تحطها للناس. عشان كده ما تبصش على الوجع كنهاية، بصله كبداية، بداية الوعي الحقيقي اللي ما كانش ممكن يحصل إلا بالطريقة دي. شكرا ليكم على استماعكم الجيد. ما تنساش تعمل متابعة وتشترك في القناة عشان لسه عندنا كلام كتير. وشاركني، إيه أغلى درس اتعلمته مؤخرا؟ في كل بروفة كلمة، وكل كلمة حياة. دي كانت بروفة حياة.